الرئيس ترامب هو الرئيس الأخير في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل سياساته بترتبط بنبوات مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. واللي هقوله لك دلوقتي أسرار إعجاز مكتوبة في كتاب النبي دانيال. النبي دانيال فسر للملك نبوخذ نصر الرؤية دي كان فيها الملك نبوخذ نصر شايف تمثال راسه من ذهب ورجليه من حديد وخزف. التمثال ده كناية عن كل التاريخ. فالملك ترامب شبيه بالملك نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ده كان ملك بابل كان متسيد على كل الارض في الوقت ده، والملك ترامب دلوقتي برضو ملك الولايات المتحدة متسيد على كل العالم في الوقت ده. ففي ترابط في النبوة بتقول لك ايه؟ ان الملك نبوخذ نصر شاف حلم، فدعا كل المجوس والسحرة والناس الابرار والشيوخ عشان يفسروا الحلم ده. محدش عارف يفسروا الحلم ده ابدا غير واحد اسمه النبي دانيال ده فسروا الحلم، فكتب الكتاب وقال له ايه؟ قال له: حينئذ كشف السر في رؤيا الليل لدانيال فبارك دانيال اله السماوات. طب ايه هو السر؟ الحلم ده مرتبط بنهاية العالم. ايه هو الحلم؟ الملك نبوخذ نصر قال للمجوس والسحرة والشيوخ: قولوا لي الحلم وتفسيره. فهم ما عرفوش يقولوا الحلم، فجه دانيال قال له الحلم وتفسيره، يعني قال له الحلم اللي حلمه من غير ما يقولوا له تفسيره. فقال له ايه؟ أنت أيها الملك كنت تنظر وإذ بتمثال عظيم. ده كناية عن كل التاريخ. هذا التمثال العظيم الباهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. احنا أهم حاجة هنا قدماه، بعضهما من حديد والبعض الآخر من خزف. هنا كناية لكل الولايات المتحدة الأمريكية وملكها، مملكة منقسمة نصين، الجمهوريين والديمقراطيين، بعضها من حديد والآخر من خزف. فبيقول له إيه دانيال؟ كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه التي من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في مملكة الملك ترامب اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية هينزل الله الحي ويبيد كل الممالك، وهيكون ملكوت السماوات حسب المكتوب هنا. بقى النبي بقى بيفسر الحلم. النبي لما يفسر الحلم هتلاقي ترابط رهيب ما بين ترامب وما بين المملكة الأخيرة في الزمان اللي هتحكم كل الأرض. ايه بقى الترابط؟ بيقولك ايه؟ وبما رأيت القدمين والأصبع بعضهما من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث أنك رأيت الحديد مختلط بخزف الطين. يعني المملكة الأخيرة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية هتكون منقسمة على بعضها بعض، فيها الجمهوريين والديمقراطيين منقسمين على بعضهم البعض. وهتلاقي دلوقتي ترامب بيحارب الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. هتلاقي بيبطل معاهدة المناخ اللي هم قعدوا يقولوا لنا المناخ وحسسونا، فاهمني؟ بيبطلها. كل منظمة بيبطلها. بيبطل الاتحاد الأوروبي، عايز يبطل حلف الناتو، كل منظمة بيبطلها. فهنا بيحارب الدولة العميقة. فقال لك عشان كده النبي قال لك ان المملكة دي هتكون منقسمة. حلو الكلام. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس. بيقول للنبي دانيال ان المملكة الأخيرة هتختلط بنسل الناس. يعني ايه الكلام ده؟ معناها ان الانسان هيحرك الحديد، الخزف بيحرك الحديد. يعني ايه؟ يعني الانسان هيحرك حاملات الطائرات، هيحرك الطيارات، هيحرك الغواصات، فليها قوة الحديد. فبيقول لك ايه؟ وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. بيقول للملك نبوخذ نصر، بيفسروا الحلم اللي هو شافه عن نهاية العالم ده. في نهاية العالم هتيجي مملكة صلبة كالحديد. حلو الكلام. فالنبي دانيال بيقول للملك نبوخذ نصر ايه؟ وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء. يعني هي بقوة الحديد، بقوة حملات الطائرات، بقوة صنع السلاح هتدق وتسحق كل شيء، تسحق وتكسر كل هؤلاء، تكسر الثلاث ممالك الأخرى. ثلاث ممالك الأخرى اللي بتنافسها اللي هي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، تكسرهم. حلو الكلام. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك لأنك رأيت إنها قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة. يعني الله هينزل على السحاب، هيقيم ملكوت السماوات وهيضرب المملكة دي والممالك الثلاثة الأخرى في نهاية الزمان اللي احنا عايشين فيه. فبيقول لك ايه؟ الحلم حق وتعبيره يقين.
ده النبي دانيال بيقول لنبوخذ نصر. عمل ايه بقى نبوخذ نصر؟ حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح وسرور. يعني الملك نبوخذ نصر اللي هو كان ملك العالم في الوقت ده سجد أمام دانيال، لأن هو قال له الحلم اللي شافه، قال له التفسير. الحلم اللي شافه والتفسير مكتوب لينا احنا، مكتوب لينا احنا اللي عايشين في آخر الزمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المملكة الأخيرة، مملكة بابل الثانية اللي هتبني برج بابل. إيه برج بابل؟ برج بابل الأول اجتمع كل الشعوب من كل الأعراق علشان يبنوا برج، والبرج ده يكون رأسه للسماء فينشقوا عن مشيئة الله. الولايات المتحدة الأمريكية بقى بتبني برج بابل الثاني، برضو مملكة من كل الأعراق بالهجرة من كل الأعراق، فبتبني برج اللي هو برج السيادة أو هو السيطرة على العالم. فبتسيطر على الناس بالانترنت وبالرواتر اللي في كل منزل. يعني كل منزل فيه راوتر دلوقتي، كل منزل هتلاقي فيه راوتر، في جاسوس جوه المنزل. حلو الكلام. التليفون اللي في ايدك ده هي بتسيطر على التليفونات دي، فهي جوه ايدك دلوقتي ودخلت كل الشعوب والامم والالسنه. فبتبني برج بابل الثاني للانشقاق عن الله، يعني للانشقاق عن الله. هنا بقى هيجي الله في نهاية الزمان ويضرب هذه المملكة ويقيم الملكوت الأخير، الملكوت السماوي، الملكوت الذي لا ينتهي. وهيجمع الله كل المؤمنين بيه من كل الأرض ويديهم الملك على كل الأرض. طب نهاية المملكة دي هتنتهي ازاي؟ بص، في 4 زوايا الأرض، أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. ال4 ممالك دول هيصارعوا بعضهم بعض في الشرق الأوسط بسبب القرارات اللي بيعملها ترامب. وهتلاقي مرة كده قرار ترامب قال لك أنا هدشن أول حجر في هيكل سليمان الثالث في المدينة المقدسة. هذا القرار هيخلي كل الجيوش العربية تبقى ضد كل الجيوش الغربية. حلو الكلام. فهيكون في نزاع في الشرق الاوسط، هتيجي في امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين في الحرب العالميه الثالثه. الحرب العالميه الثالثه هتحصل في الشرق الاوسط، مش هتحصل في اوروبا ولا في اسيا. دي جبهات ليها، ان مثلا روسيا هتحارب الاتحاد الاوروبي، كوريا الشماليه تحارب كوريا الجنوبيه، كل واحد يمسك واحد. لكن الحرب الاصليه هتكون في الشرق الاوسط. وهينزل الملك، ملك الملوك ورب الارباب، يسوع المسيح الناصري ابن الانسان، وهيعطي الملك لكل من امن بيه، وهيطرد في الظلمات الأبدية كل من رفضه، لأن هو ده المرسل من الله الوحيد، هو ده مخلص العالم الوحيد، كوكب الصبح المنير. إن أمنت بيه تنول حياتك الأبدية ولا يكون عليك حكم الموت. أما إن رفضته لن يكون لك حياة أبدية. ده ملخص كل الإنجيل وملخص كل الكتب وملخص كل النبوات. ده روح النبوة، يسوع المسيح روح النبوة. إن أمنت بيه تنول حياتك الأبدية، إن رفضته لن تنول حياتك الأبدية. وبشهد عنه بكل صدق أمام جميع الناس. الكلام صدق والرؤية حق وتعبيرها يقين. إحنا في الأيام الأخيرة. استعدوا للقاء إلهكم.